كيفيه التسيير كيفاش تسير؟ عادل شوف النادي الافريقي الاربع خمس سنوات حتى وقت اللي فاز باللقب، حتى وقت اللي فاز بالبطوله، راهو النادي الافريقي فريق كبير 10 سنوات فاز بلقب واحد، سي با نورمال تقوليش فريق معناها غير عادي، غير عادي يلعب كاس رابطه الابطال يخرج ديما من الواحد. انا نحب خرجوا من الدور الاول، من الدور الاول ويشارك مرتين ولا ثلاث مرات ويخرج، فاز ببطوله في 10 سنين، ما نحكيش على الكوب خاطر انا كاس تونس ما يتحسبش، انا عارف فريق كبير كي يفوز بكاس تونس يجي ويحتفل ويبدا دور في البلاد، أنا بالنسبه لي انا ما نحسبوش كاس تونس، انا نحسب بطل تونس، انا كي نجيب بطل تونس الحقيقه جيت نحكي ترجي رياضي، نحكي النجم الرياضي الساحلي، هذوما اللي قاعدين يفوزوا بالالقاب. النادي الصفاقسي والنادي الافريقي لا، نحس صحيح عندهم جماهير كبيره وجماهير عريضه، هذه حتى حد ما ينجم يشك فيها وجماهير تتبع فيها، لكن اعطيني انا حاسبني بالالقاب، حاسبني بالنتائج، حاسبني ترجع ندر. الترجي بطل الارقام القياسيه في هذا الموسم، احسن خط هجوم، احسن خط دفاع، عنده اكثر عدد من الانتصارات، احسن زوز هدافين في البطوله، يعني الارقام تنجم تتكلم برشا عن الترجي. اكيد الارقام ما تكذبش، والترجي بطل قبل وبعد الثوره، وبرشا عباد تعرفهم شنو معناها قبل وبعد الثوره. الترجي ظهر ان كره القدم هي عمل مثابره استراتيجيه برمجه تخطيط والنتائج تجي كما قال سيمون، غياب اذا كان ثم استقرار تجي نتائج. الترجي فريق كبير عنده ثقافه الالقاب، الموسم الفائت لقى النجم الساحلي مع منذر كبير في افضل حالاته، للحظات الاخيره من الموسم يتوج بطل لانه عنده ثقافه الالقاب، يعرف يلعب من اجل الالقاب ويتحمل الضغط نتاع النتائج لما يكون مجبور انه ينتصر ولا ينتظر. هذه نقطة هامة جدا. السنة لقى النادي البنزرتي حقق يعني موسم صراحة موسم الإقناع والإبداع والانضمام لصف الكبار بالنسبة للنادي البنزرتي. بالنسبة لي أنا يعني هو بالنسبة لنا متوج. النادي البنزرتي عنده تتويج أنه يلعب في الشامبيونز ليج الموسم القادم، تجربة ثرية للنادي البنزرتي. نتذكر من 87 لما فاز النادي البنزرتي بأول كأس أفريقية، يعود النادي البنزرتي للتشامبيونز ليج في ثوبها الجديد، وهذا تتويج في حد ذاته. النادي البنزرتي اللي ما نحبوش يتمس بالعدم التتويج هذا. ليس بطل، أنا قلت أنه ليست لديه الشخصية لكي يفوز في هذا الموسم بالدوري طبيعي، ولكن سويا أبهرني الترجي الرياضي التونسي، دفاع جديد وقت تبدا الكرة في حوزة الترجي الرياضي ديما ثم إرادة متواصلة، ماشي الفريق يمشي لقدام. القيمة الفنية لبعض اللاعبين المساكني الدراجي بالطبع معناتها لاعب كما انرامو بيانفوني معناتها دخل توا في المنظومة نتاع اللعب، وشيء اللي يخليك معناتها تتوسم خير اكثر في الفريق هذايا. معناتها اللاعبين كل كيف تشوف العمر نتاعهم، معناتها رامو وبيانفوني والمساكني والدراجي والسويسي والسيام، معناتها لاعبين في اوائل العشرينات نتاعهم. انا قلت لك بالنسبه لي انا حقيقه المباراه اللي شفت هذيك الترجي في كوكب والفرق الاخرى في كوكب اخر. بالنسبه ديجا معروف في حومكم، راب في تونس يحبوه بنصر وحصمي، يحبوا راب على الحب كيما راب تامر حسني. ترابي بون لازمك برشا سلاحة، لازمك برشا حشيش والكل وبنات تحب القباحة. تعديو في الحب مستحيل نكون برابي، بلاصتي تحت الحيط واقف ديما 6 زيت. يا زنطور ستون خرج من حي الزهور، عمري 5 سنين ديجا خوك نفرقل بالموتور. 94 ابو الكورة باسكيت، كنت اطول واحد بين اصحابي الولاد، كنت مغروم بالاسلام دانك ولاز مارش، كان كي يلعب مايكل جوردن ما نفلتلو حتى ماتش. 95 اول جمعيه واول ليسانس، اول كوب في حياتي هزيتهم على الاسبيرانس، اول ريبوك بامب واول سيرفات، تهنيت على الكوب تكيفت اول سيجارات. ناجح يا مدير هيك نلعب فريستايل، لا ستريت تاع كندريك لامار، كان جاي في تونس روح على الخضار، رمي عيطولو كندريك عمار. اي صديق تشيك طريقي، انظر لي يعرفني في طريقي، لي زمسي جاية مخرج شخر، توخر كالنادي الافريقي، ليكو يبوزي على البيت تحريق. 19 جمعيتي ديديكاس لولاد قضيتي، تشم يا حفاك
c'est mon style ou mon élégance que tu kiffes. Je veux être une légende comme l'Espérance de Tunis. Le rap gothique c'est ma préférence de musique. J'ai des chances de survivre là où les PD tentent de s'unir.